موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش العمر بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويلعب الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري ضمن المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 وهي المجموعة العربية الخالصة، حيث تضم أيضا فريق الترجي التونسي والمريخ السودانية. الزمالك يدخل المباراة بهدف تحقيق بداية مثالية وحظ النقاط الثلاثة حتى يتفادى سيناريو المواسم الماضية بتوجيه دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات. أما شباب بلوزداد الذي وصل الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا فيسعى إلى تكرار نفس الإنجاز في النسخة الحالية من البطولة، وبالتأكيد سيكون الفوز على الزمالك في القاهرة دفعة قوية لحظوظ الفريق الجزائري. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الجولة الأولى هو اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 وسيقام اللقاء على استاد القاهرة الدولية، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 6 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما على القناة الناقلة للمباراة، تمتلك شبكة قنوات بين سبورتس حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر شاشتها وبالتحديد قناة بي إن سبورت 1 اتش دي بريميوم. وسيتولى مهمة التعليق على أحداث هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس المعلق المصري الكبير علي محمد علي، كما ستذاع مباراة عبر قناة اون تايم سبورتس الأرضية، وسيعلق على هذه المباراة المعلق المصري حاتم بطيشة. أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد، فمن المتوقع أن يدخل المدرب فيريرا المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع سيد عبد الله نيمار، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، في خط الوسط عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، في خط الوسط الهجوم أحمد سيد زيزو، سيف جعفر، مصطفى الشلبي، وفي المقدمة والهجوم سيف الدين الجزيري. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.